الذي تلاعبت أطراف، وللأسف تقع في موقع مسؤولية في مستقبله، بل أدى هذا التلاعب إلى وفاته، وليتصارع بعدها الجميع في التنصل من المسؤولية، وليس إيمانا بحق المواطن في حياة كريمة بعيدة عن الضغوط النفسية، وأن ضغوط الحياة الصعبة وتكلفة المعيشة الباهظة كأنها ليست كافية. ننعي كلنا وبكل أسى هذا اللاعب ضحية المطامع المختلفة. يا جماعة هو كلامه واضح، وكأن الله أحياه لنسمعه كلنا، وهو بيشاور على من تسبب في إيذائه. نسمع مع بعض حواره مع